الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نواصل إن شاء الله تعالى ما بدأناه، وقد وصلنا إلى قوله: أما المفاهيم فقسمان هما موافق مخالف قد قسما. انتبهوا، نحن وصلنا إلى باب المفاهيم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. اليوم سنضطر الحنفية شوي إلى الزاوية يعني لأن الحنفية لا يستدلون بمفاهيم المخالفة، أما الجمهور فإن مفاهيم المخالفة عندهم حجة ودليل. لكن أولا خلينا نرجع لنعرف الفرق بين المنطوق وبين المفهوم. ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ أستاذ براء حنفي ولا شافعي؟ شافعي، ما شاء الله. يعني اليوم اللي حنفي معنا أستاذ إمام الدين، ومن؟ أنت حنفي أيضا؟ ما شاء الله، الله أكبر، فيكم الخير والبركة. نعم، طيب، إذن نحن لما نتكلم عن دلالات الألفاظ، فدلالات الألفاظ أحيانا تكون من قبيل المنطوق وأحيانا تكون من قبيل المفهوم. شنو معنى هذا؟ معناه أن اللفظ أحيانا يدل في محل النطق به، وأحيانا يدل في غير محل النطق به. ما دل عليه اللفظ في محل النطق به يسمى منطوقا، ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق به يسمى إيش؟ مفهوما. هذا سأشرحه إن شاء الله تعالى شرحا يوضحه. أنت الآن، أنا أقول لكم نحن سننقل الدرس من هذا المكان إلى مكان في يعني قرب محطة سماغ جيلار في بيرم باشا. بالفعل هذا واقعا، يعني نحن سننتقل هناك ابتداء من الأسبوع المقبل، مفاجأة يعني. تمام تمام، محطة سماغ جيلار. تمام. فأنا قلت لكم الآن، قلت لكم سنقوم بنقل الدرس، تمام، إلى يعني الأسبوع القادم. تمام، درسنا الأسبوع القادم سيكون في منطقة بيرم باشا. تمام. هذا اللفظ محل النطق به دل على انتقال الدرس، وعلى المكان الذي سيكون فيه الدرس، وعلى زمانه اللي هو الأسبوع المقبل. تمام. هذه المعلومات دل عليها اللفظ في محل النطق به. يعني شنو معنى إذا قلت لك دل عليها بالمنطوق تقول لي نعم، شوف المكان بيرم باشا موجود، الزمان الأسبوع المقبل، النقل سننقل الدرس. فهمت؟ فأنت كل معلومة من هذا ترجعها إلى لفظ. تمام. فهذا يسمى إيش؟ يسمى المنطوق. كل ما أمكن إرجاعه إلى لفظ فهذا منطوق. تمام. أحيانا اللفظ هو يدل على المنطوق، ولكنه أحيانا هذا المنطوق يفهم منه شيء آخر. فهمت؟ يدل في غير محل النطق به. فأنا مثلا لو قلت لك مثلا، يعني الآن مثلا لو أنه حسن التفت إلى صهيب وقال له درسنا هذا سينقل، يقول له لا، هذا الدرس في مكانه. فهكذا فهم. لكن إذا سألت قلت له من وين أخذت هذا؟ يقول لك فهمته من قول الأستاذ الأسبوع القادم، فهمته منه، مش إنه اللفظ لم يرجعه إلى لفظ، ولكن أرجعه إلى فهمه لللفظ. فإذا نحن ما نأخذه من النصوص إما أن يكون راجعا إلى دلالة اللفظ عليه، وإما أن يكون راجعا إلى فهمنا لللفظ. فما كان راجعا إلى اللفظ يسمى منطوقا، ما كان راجعا إلى فهم اللفظ يسمى إيش؟ مفهوما. وهذا هو الذي يسمى دلالة. مثلا قبل قليل ذكرنا مثلا الآية، مثلا قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تقول مثلا الزوج يجوز له مثلا جماع زوجته والاستمتاع بها ليلة الصيام. يقول لك من وين جاءت هذا؟ يقول الإباحة أخذتها من قوله أحل لكم. مثلا أحل لكم ليلة الصيام
الرفث. تمام. فهو شو يقول يباح، الفقيه يأتي ويقول يباح للزوج الجماع ومقدماته ليلة رمضان. تمام. هذا هو المنطوق. فإذا جئت أسأله عن المنطوق سيضيف لي كل جزء من هذا المنطوق إلى لفظ. فلما أقول لك شلون قلت يباح، لما لا تقول مندوب؟ قال الإباحة دل عليها لفظ أحل. تمام. لكم هذا هنا المقصود به ايش؟ مقصود به الزوج. ليش؟ لأنه قال بعد ذلك قبل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى آخر ذلك، يعني من التفاصيل التي تدل على أنه المقصود. طيب الجماع ومقدماته من وين أخذتها؟ من لفظ الرفث. هذا تفسير، يعني تفسيره عند المفسرين ذكروا أن المقصود به الجماع ومقدماته. تمام. طيب ليش حددت هذا الموضوع بليلة رمضان؟ قال الصيام هنا كناية عن أو مجاز قصد به رمضان، والليلة واضحة، فإذا هذا دل. فإذا كل جزء من هذا المنطوق أرجعته إلى لفظ. طيب يأتي حسن ويقول لا يجوز الرفث في نهار رمضان. طبعا لأنه حسن طبعا تعرفون هو مالكي الآن، يقول لك لا يجوز الرفث في نهار رمضان. قل من وين أخذت هذا الحكم؟ من أين جئت به؟ يقول من فهم هذه الآية، من فهم هذا اللفظ. نعم مفهوم المخالفة. فيخالف أحل، يخالفه لا يجوز. نعم. والحنفي من أين يأخذ هذا الحكم؟ ربما من النصوص الحديثية. فهمت؟ تمام. إذن لا يجوز أخذها من وين؟ من مفهوم مخالفة أحل. النهار رمضان أخذها من وين؟ ليلة من مفهوم المخالفة. ليش؟ ليلة الصيام. فهمت؟ الرفث هو نفسه. فهمت؟ فهو لم يرجع هذا إلى ألفاظ، وإنما أرجعه إلى فهم الألفاظ. ما دام هذا يباح فبضدها تتميز الأشياء، فيسمى هذا مفهوما ويسمى هذا منطوقا. أرجو أن يكون الأمر الآن أصبح مفهوما ومنطوقا. نعم. لا سنتكلم إن شاء الله على موضوع الحنفية. عندهم مفهوم المخالفة ليس بحجة. تمام. نعم. لكن هذا لا يعني أنهم لا يتفقون معنا في هذه الأحكام، لكن يمكن أن يأخذوها بدليل آخر. فهمت؟ يأخذوها من دليل آخر غير مفهوم المخالفة. نعم. يأخذوها من نصوص أصلا شريعة، النصوص يعني في نصوص أخرى مثلا في السنة وغيرها. تمام. فإذا الآن أصبح واضحا ما هو المنطوق وما هو المفهوم بلا إشكال إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة للمفهوم نحن الآن نتكلم تحديدا على المفهوم. المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. شوف، أما المفاهيم فقسمان هما: موافق هذا رقم 1، مخالف هذا رقم 2. تمام. طيب لما سمينا مفهوم الموافقة موافقة ومفهوم المخالفة مخالفة؟ هذا بحسب الحكم الثابت للمفهوم. إذا كان الحكم الثابت في المسكوت عنه نظير الحكم المنطوق، يعني موافقا للحكم المنطوق، يسمى مفهوم ايش؟ موافقة. وهذا طبعا لا يخالف فيه الحنفية في الاستدلال به، هذا مجمع عليه. تمام. أما إن كان الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم في المنطوق به، تمام، فهنا نسميه ايش؟ مفهوم مخالفة، لتخالف الحكم بين المسكوت وبين
المنطوق. تمام. فإذا صار عندي قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. تمام. طيب، بالنسبة لمفهوم الموافقة هو لم يذكر أقسامه، نحن سنذكر أقسامه قبل أن نأتي إلى مفهوم المخالفة. بالنسبة لمفهوم الموافقة هو إعطاء المسكوت عنه، نعرفه هكذا: مفهوم الموافقة هو إعطاء المسكوت عنه نظير حكم المنطوق من باب المساواة أو من باب أولى. شنو معنى هذا يا أستاذ عبد الرحمن؟ يعني أنا عندي شيء منطوق وعندي شيء مسكوت عنه سكت عنه الشارع، أعطيت ما سكت عنه الشارع نظير حكم ما نطق به الشارع لأنهما سواء في العلة أو لأنهما سواء في الحكم. أعطيكم مثال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السبع الموبقات، قال: ما هن؟ قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات، وإيش؟ نعم، والتولي يوم الزحف، نعم، وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم. طيب، تقول لي أستاذ عبد الرحمن أنا لن آكل مال اليتيم، بس سأغرقه في النهر أو سأحرقه بالماء، عفوا بالنار. تمام، سأتلفه بالماء أو أحرقه بالنار. طيب، شنو حكم هذا؟ هل يعني هذا مساو لنفس الحكم؟ وإذا حرم عليك أكله أن تأكله أن تنتفع به، حرم عليك من باب المساواة إتلافه وإغراقه وغير ذلك. ولذلك الآية كانت أوضح من الحديث، قالت: ولا تقربوا مال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فهمت؟ فأنت يعني المسكوت عنه في هذا الحديث هو إحراقه وإغراقه، أعطيته نفس الحكم. ليش؟ لأنه موافق له، أعطيته نفس الحكم للتوافق في مقتضيات الشرع هنا، فهذا يسمى مفهوم إيش؟ مفهوم موافقة. كذلك أيضا قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية هنا نصت على تحريم قول أف للوالدين، يعني إظهار أي نوع من أنواع التضجر من الوالدين، يعني ما يظهر أي نوع من التضجر. طيب، يقول لك واحد الآية نصت على التضجر بس ما تكلمت على الضرب، ما تكلمت على الشتم. تمام، فهذا يكون أولى بالتحريم. الشريعة نصت على التحريم ما هو أخف، فما بالك بما هو أشد؟ فهذا أيضا يكون تحريمه يعني من باب أولى. فهذا هنا أيضا من قسم من أقسام مفاهيم الموافقة، لأنه موافق له في الحكم، لأنه أولى منه بالدلالة. طيب، إذا مفهوم الموافقة صار واضح إن شاء الله. ينقسم إلى قسمين: إلى لحن الخطاب وفحوى الخطاب. لحن الخطاب هو الذي يكون فيه المسكوت عنه نظير حكم المنطوق، مثل إحراق مال اليتيم وإغراقه نظير أكله. تمام. وفحوى الخطاب هو ما يكون فيه المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، مثل ضرب الوالدين أو شتمهما، هذا أولى من قول أف بالتحريم. تمام، فهذا يسمى فحوى الخطاب. فإذا هذا بالنسبة ليش لأقسام مفهوم الموافقة. نعم، تفضل. سمعت أن أيضا يدخل على الآية وجوب إنفاق على الوالدين، يعني إذا كانوا محتاج، يعني إذا لم تنفق لهم. نعم، يكون هذا من باب الإهانة. نعم. وهذا أيضا يكون موافق يعني. نعم، يكون مفهوم موافقة، لأنه إذا تركهما فهذا يكون إذا ترك الإنفاق عليهما أبلغ في الدلالة على الإهانة من قول أف. نعم.
طيب ننتقل إلى إيش؟ إلى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هذا الذي خالف فيه أبو حنيفة. فهو مفهوم المخالفة ليش سمي مفهوم مخالفة؟ لأن الحكم فيه مخالف لحكم المنطوق، ولأن الأستاذ إمام الدين والأستاذ محمد خالفوا فيه أيضا لأن الحنفية خالفوا فيه، فإذن هو مفهوم مخالفة. تمام؟ هذا أقسامه كثيرة، له أقسام كثيرة. شوفوا: 1 مفهوم الشرط، 2 مفهوم الوصف، 3 مفهوم القسمة، 4 مفهوم العدد، 5 مفهوم الغاية، 6 مفهوم اللقب، 7 مفهوم الحصر. 7 مفهوم الحصر، وهي أكثر من ذلك. تمام؟ الظرف ما ذكره 8 مفهوم الظرف. تمام؟ 8 مفهوم الظرف. طيب في بقي شيء آخر، هي 9 تقريبا. نعم الاستثناء. 8 هي ايش؟ 9 هي الاستثناء. تمام. فهذه المفاهيم 9 كلها لا يراها أبو حنيفة حجة، كلها لا يراها أبو حنيفة حجة، ويراها الجمهور حجة ما عدا مفهوم اللقب، فيراه الحنابلة حجة دون غيرهم. تمام. سنشرحها واحدا واحدا. أولها مفهوم الشرط. مفهوم الشرط مثلا قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمنطوق جواز وطئ الزوجة بعد أن تطهر وتتطهر من الحيض. تمام. مفهوم المخالفة ما هو؟ عدم جواز الوطئ قبل التطهر أو قبل الطهر. فهمت؟ فإذا هذا هنا استدللنا، بينا المنطوق وبينا مفهوم المخالفة، فإذا هذا هنا واضح إن شاء الله تعالى بالنسبة لي. هذا المفهوم واضح ولا لا؟ بسم الله. نعم. قال الثاني إيش هو؟ قال الوصف. مفهوم الوصف مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. في الغنم السائمة هذا وصف الزكاة، فمنطوق هذه الآية وجوب الزكاة في الغنم السائمة. السائمة معناها التي ترعى الحلال مش معلوفة. فهمت؟ ما هو المفهوم المخالفة هنا؟ معناه أن المعلوفة لا زكاة فيها، هكذا تقولون أنتم الشافعية. تزكى جميعا. عند المالكية تزكى جميعا، لكن مش إنه المالكية ما يستدلون مفهوم الوصف، يستدلون به، لكن هنا في هذه الآية قالوا الوصف هنا خرج مخرج الغالب، وسنرى أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يعني لا يستدل به، لكن مفهوم الوصف معتبر. تمام عندهم. لكن الشافعية هنا يقولوا الغنم عندنا قسمين: الغنم السائمة تجب فيها الزكاة، هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث ايش؟ أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. فهمت شو مفهوم المخالفة؟ فيها الزكاة لا زكاة فيها، هذا مفهوم المخالفة. تمام. إذن هذا واضح إن شاء الله تعالى. القسمة، مفهوم القسمة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: للراجل سهم وللفارس سهمان. فهنا قسم المقاتلين إلى قسمين: الراجل يعني الذي يسير في الحرب على رجليه له سهم واحد، والفارس له سهمان. فهذا مفهومها أنه لا يعطى للراجل سهمين ولا يعطى للفارس سهم واحد. فهمت؟ من أعطى للفارس سهما واحدا نقصه حقه، ومن أعطى للراجل سهمين بلا سبب مقنع فقد زاده على حقه. فهمت؟ فهذا مفهوم القسمة. تمام. كذلك مفهوم العدد. مفهوم العدد أحيانا يخرج ما هو أكثر منه، أحيانا يخرج ما هو دونه، أحيانا يخرجهما معا. مثلا
النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أسلم على 10 نسوة، أسلم عنده 10 نسوة، تزوج 10. اسمعوا يا جماعة العزاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيش؟ قال له أمسك 4 وفارق سائرهن أو باقيهن. سائرهن هم معنى باقين. أمسك 4. ف4 هذه مفهوم المخالفة أنه لا يجوز له إمساك أكثر من 4. إمساك 5 لا يجوز. من وين أخذنا هذا؟ من أمسك 4. طيب هل يمكن أن يمسك 3؟ لا إشكال. هل يمكن يمسك 2؟ 1 يمكن يطلق الجميع؟ نعم. فالعدد هنا يخرج ما هو أكثر ولا يتطرق لما هو أقل. نعم. نأتي إلى حديث عائشة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في أقل من 3 دراهم. أقل من 3 دراهم ليس فيه، لا تقطع فيه يد السارق. تمام. هذا هنا منطوق أن ما كان أقل من 3 دراهم لا تقطع في يد السارق، ما كان أكثر من ذلك تقطع فيه. إذن هنا المفهوم هنا أخرج ما كان أقل، المنطوق أخرج ما كان أقل، والمفهوم أدخل ما كان أكثر. تمام. فإذن أما قوله تعالى والسارق والسارقة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة هنا هذا يخرج ما هو أقل ما هو أكثر. فالمنطوق يدل على أن الحد هو 100. مفهوم ذلك أن ما كان أقل غير مجزئ في الحد، وما كان أكثر غير جائز. فهنا إذن العدد أحيانا يخرج ما هو أكثر، أحيانا يخرج ما هو أقل، أحيانا يخرجهما. وهذه يعني مسألة غريبة جدا، يعني انتباه إليها في دلالة اللغة العربية. أنا أعتقد أنكم أول مرة تسمعوا، أليس كذلك؟ أنه لما تسمع العدد فهذا العدد يدل بالمنطوق ويدل إيش؟ بالمفهوم. لما أقول لك اشتري لي 3 مثلا مصاحف، مثلا افتدي لي 3 مصاحف، يعني أقل لا أريده وأكثر لا أطلبه. فهمت؟ فهذا هناك منطوق وهناك مفهوم. تمام. فإذا هذا هو مفهوم العدد. كذلك مفهوم الغاية، قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. مفهومها أن الليل لا يصام، لا يجوز صيامه إما كراهة أو تحريما، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مفهومها أنه بعد إعطائهم الجزية لا يجوز قتالهم. فهمت؟ فهذا إيش هو مفهوم الغاية، حتى هنا للغاية. تمام. كذلك مفهوم اللقب، لكن هذا مفهوم اللقب انتبهوا أنه مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور، إنما هو حجة عند الحنابلة. شنو مفهوم اللقب؟ مثلا أنا الآن إذا قلت جاء يوسف، قلت جاء يوسف، اتصل علي أستاذ محمود فقلت له اليوم حضر أستاذ أحمد وأستاذ يوسف. شنو معنى هذا؟ معنى أنه ما حضر أستاذ خالد؟ لا، ليس بالضرورة. الحنابلة يقول لك نعم، لما أقول جاء يوسف وأستاذ أحمد فمعناه لم يحضر غيرهما. هذا هو معنى مفهوم اللقب. ولما أقول جاء الطلاب معناه لم يحضر غير الطلاب، يعني الأستاذ ما حضر. فهذا يعني أحيانا شوفوا اللقب يستدل به في الإثبات ويستدل به في النفي. فالاستدلال به في الإثبات الظاهر أنه هو دلالة، يعني هو مذهب الجميع، لكن الاستدلال به في النفي يعني في مفهوم المخالفة لا، هذا ضعيف. ولذلك سيدي عبد الله يقول في المراقي أضعفها اللقب. أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب. ولذلك قلت لكم الصواب هنا أن نقول ولقب لا يعتمد.
هذه هي روايتكم يا أستاذ خالد. ولقب لا يعتمد، صواب أن نقول لقب لا يعتمد، لأنه هذا هو قول جمهور العلماء. تمام. طيب إذن هذا بالنسبة ليش. سنكمل مفهوم الظرف، كذلك من مفاهيم المخالفة مفهوم الظرف. أنا الآن اتصلت عليك محمد وقلت لك أشوفك عند الجمعية. تمام. عند الجمعية مثلا الساعة 6، فتجي ساعة 6 وساعة 6:15 اتصل عليك، وينك يا أستاذ محمد؟ تقول لي أنا منتظرك عند المترو. جابنا على المترو، أنا قلت لك عند الجمعية. عند الجمعية يعني ليس في مكان آخر، ليش رايح على المترو؟ فهمت؟ فالمفهوم الظرف الزمان والمكان له دلالة. ولذلك شوفوا حينما يقول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذا مفهوم الظرف، معناه النهي عن ابتداء الكفار بالقتال في المسجد الحرام في هذا الظرف. غير ذلك من الأماكن يجوز لنا ابتداؤهم بالقتال. تمام. وكذلك أيضا الزمان مثلا مثاله رأيناه الآن، ليلة الصيام، هذا إيش؟ هذا ظرف زمان، مفهومها أنه في النهار لا يجوز الرفث. فهمت؟ فإذا الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان فله مفهوم مخالفة. تمام. طيب كذلك أيضا التاسع من هذه الاستدلالات، يعني من هذه المفاهيم، هو مفهوم الاستثناء. فلما أقول لك مثلا قول الله جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أين المنطوق وأين المفهوم يا شباب؟ أسألكم أين المنطوق وأين المفهوم؟ أجيبوا. لا مفر. الذين لا يعملون يعني هم في الخسر. هذا المنطوق ولا المفهوم؟ مفهوم الإنسان. المفهوم أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المفهوم أن الذين لا يعملون خاسرون. نعم. هذا المنطوق ولا المفهوم؟ مفهوم. نعم. طيب وشنو المنطوق؟ الإنسان في خسر. أيوة. الإنسان في خسر، الاستثناء إنه إلا الذين آمنوا صالحات. إذن شنو الفرق بينه وبين ما ذكره؟ أنا ما سألتكم إلا لأنه المسألة فيها إن، فهمت؟ فأنا لا أسألكم عن الأشياء البديهية، ترى أسألكم إلا عن أمور يعني لأن أريدكم تنتبهوا لها شوية. ماذا تقول يا أستاذ ريان؟ هما ليش سألتكم؟ لأن الأصوليين اختلفوا وين المنطوق وين المفهوم. فهمت؟ هل هذا أصلا فيه مفهوم ولا كله منطوق؟ مثلا لما تقول لا إله إلا الله، هل نفي الألوهية عن غير الله هو المنطوق؟ والمفهوم أن عبادة غير الله باطلة؟ نحن عندنا معنيين، وهو إثبات الألوهية لله وحده ونفي العبودية عن غيره. أيهما المنطوق وأيهما المفهوم؟ فاختلفوا في ذلك اختلافا عظيما. قال المعلومة الأولى هي المنطوق والثانية هي المفهوم، عكسوها. فأصبح هذا المفهوم مفهوم الاستثناء لقوته هو أقوى المفاهيم، حتى أنهم اختلفوا فيه هل هو مفهوم ولا منطوق. ولذلك المؤلف أصلا ما ذكره. فهمت؟ كأنه يرجح أنه إيش؟ هو أصلا من المنطوق. كأن هذا اللفظ لما يقول لا إله إلا الله هذا فيه منطوقين، منطوق إثبات ومنطوق نفي. تمام. فنفي الألوهية عن غير الله، تمام، وإثبات الألوهية الحق لله، هات المعلومتين كلاهما منطوق. فهمت؟ فلذلك سبحان الله جاءت كلمة التوحيد بهذا الأسلوب اللي هو أقوى الأساليب على الإطلاق في اللغة العربية، في النفي وفي الإثبات معا. تمام. فلذلك المؤلف ما ذكرها. ليش؟ لأنه اختلف هل هي أصلا من المنطوق ولا من المفهوم، هل هذا مفهوم أصلا أم أنه منطوق، فكأنه رجح إيش؟ أنها من المنطوق، فلذلك تركها. على كل هذا هو مثالها. تمام.
شيخنا أيضا موجود مفهوم العلة للشرط والوصف وعلة. نعم. مفهوم العلة مثلا العلة يعني هي قريبة من الغاية ومن يعني العلة مثلا مثل من جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. بطرا مفهومها أن من فعل ذلك ليس للبطر وليس للخيلاء أنه لا يعاقب بتلك العقوبة. نعم. على كل هذه المفاهيم التسعة الآن صارت واضحة، ليس كذلك؟ تمام. طيب ما دامت الآن واضحة سأنتقل إلى شروط الجمهور في اعتبار هذه المفاهيم. فالجمهور يقولوا اعتبار هذه المفاهيم له شروط، وأنا أعتذر منكم، أشعر أنكم بدأتم تتعبون من التركيز. تمام. فالشرط الأول أن لا تكون خرجت لغالب، هذا الشرط رقم 1، وهذا يحتاج إلى تركيز يا أستاذ يوسف. هذه المفاهيم يا أستاذ أحمد أحيانا تأتي وهي مخرجة مخرج الغالب. مثلا أنت تقول مثلا شفت فلان ماشي بالطريق، تمام، فقولك في الطريق هذا هنا لا مفهوم له، لأن الإنسان لا يمشي إلا في الطريق عادة، يعني فهمت؟ أنت شافه ماشي، فهمت؟ وشفته نازل من أعلى، المطر نازل من فوق من السماء، من السماء هذا بديهي، فهمت؟ هذا مخرج المخرج. أنت ذكرته هنا مش معناها أنه ليس لها مفهوم مخالفة، مش معناها أنه المطر ينبع من الأرض، فهمت؟ جاء المطر نازل من السماء، تمام؟ وشفت الشمس مثلا تشرق من الشرق، هل الشمس تشرق من الغرب ولا من اليمين ولا الشمال؟ فهمت؟ فأحيانا يستعمل في كلام العربي هذه الألفاظ ولا يقصد بها مفهوم، تمام؟ وهذا الذي جعل أبا حنيفة يقول لا، هذا مضطرب. أحيانا تطلق هذه الألفاظ ولا يقصد بها مفهوم، فهمت؟ فما دامت تطلق ولا لا يقصد بها مفهوم فهذا الاستدلال يعني ليس ثابتا، فهمت؟ فهذا هو يعني حجة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. فمثال ذلك مثلا قوله تعالى في المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. عد من المحرمات الربيبة، لكنه وصفها بوصف غالب، قال اللاتي في حجوركم. فهذا الوصف هنا هل له مفهوم؟ يعني إذا كانت ما تسكن معك يجوز نكاحها؟ لا، إجماعا لا يجوز ذلك، فهمت؟ طيب إذن الوصف هنا لماذا خرج مخرج الغالب؟ لأن الغالب أن تكون معك، تمام، ولم يقصد به إخراج صورته، فهمت؟ أبو حنيفة لما يشوف هذا يقول شفتوا أنا لما أقول لكم أن مفهوم المخالفة ليس منضبطا، تمام؟ هذه الصورة الأولى. الشرط الأول أن لا يكون الوصف خرج مخرج الغالب. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون مثلا نزل لموافقة حالتين، يكون اللفظ إنما نص على حالة معينة لأنها سبب النزول. سأعطيكم مثال، قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نلاحظ أن الآية هنا يا أستاذ عبد الرحمن نصت على إيش؟ على صورة محددة، وهي أن يتخذ المسلم الكافر وليا من دون المؤمن. يعني هو هنا الآية منطوقها النهي عن اتخاذ المسلم الكافر وليا من دون المؤمنين. هذا هنا ليش نصت على هذا؟ لأن سبب نزولها هو تولي عبد الله بن أبي لبني النضير، موالاته لبني النضير كانت موالاة لرجل على أنه من المسلمين للكفار من دون المؤمنين، فجاءت الآية ليش؟ للتنصيص على هذه الحالة وليست لإخراج بقية المفاهيم. شنو المفاهيم؟ هو فيه 3 حالات للتولي.
أن يتولى الإنسان المؤمنين من دون الكفار. هذه الصورة الطبيعية. الصورة المعاكسة هي التي نصت عليها الآية، تولي الكفار من دون المؤمنين. الصورة الوسط إيش هي؟ توليهم معا. طيب نحن إذا نظرنا إلى مفهوم المخالفة نقول هذه الآية نصت على تحريم تولي الكفار من دون المؤمنين. مفهوم المخالفة أن الصورتين تجوزان، تولي الكفار والمسلمين معا. فهمت؟ تولي المسلمين دون الكفار. هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود الآية النهي عن تولي الكفار مطلقا من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، ولكن إنما نصت على هذه الصورة ليش؟ لموافقة حالة سبب النزول. فهمتم ولا لا؟ فهمت؟ فإذا كانت الآية إنما نصت على صورة معينة يتوهم إخراجها لبعض الصور غير المشروعة، فهمت، التي لا ينطبق عليها الحكم، فحينها يكون لا، مفهوم المخالفة هنا غير معتبر. تمام إن شاء الله؟ الموضوع يحتاج تركيز. الحالة الثانية هي التفخيم، أنه أحيانا الشرع، وهذا طبعا التفخيم والامتنان هذا شيء واحد، أو أنا أراه شيئا واحد. تمام؟ التفخيم والامتنان شيء واحد. مثلا قوله تعالى لما تكلم عن البحر قال وستستخرجون منه حلية تلبسون. أيوة أيوة نعم واصل. وهو الذي خلق فيه تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا لعلكم تهتدون وعلامات بالنجم قال هو الذي سخر لكم البحر. أيوة نعم، هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هو الشارع هنا في مقام الامتنان، يعني يذكر لنا نعمه التي أنعم بها علينا من اتجاه إيش؟ البحر. وهو الذي سخر لكم البحر ليش؟ لتأكلوا منه لحما طريا. طيب شنو معناه هذا؟ معناه أن اللحم القديد، لحم السمك القديد المجفف لا يجوز؟ ليس له مفهوم هنا، لأنه إنما نص على اللحم الطري لأن المنة فيه أعظم، مش لأنه يريد أن يخرج القديد المجفف. نعم، لا، هو نص عليه هنا لأن المقام مقام امتنان. لو قال مثلا فرضا مثلا قال مثلا لتستخرجوا منه لحما قديدا مثلا، فلا يكون يناسب المنة. الامتنان عادة يكون فيما هو أفضل. الأفضل هو اللحم القديد ولا اللحم الطري؟ الأفضل هو اللحم الطري. فلأن المقام مقام منة وتفخيم ذكر الأفضل لا ليخرج الأدنى، وإنما لأن المنة فيه أبلغ. فهمت؟ فهذا أيضا يمنع من مراعاة مفهوم المخالفة. وهنا يطل علينا أبو حنيفة ليقول ألم أقل لكم إن مفهوم المخالفة ليس مضطردا. رضي الله عنك يا أبا حنيفة. نعم. كذلك أيضا قال لك ومثله الجواب عن سؤالك. تمام. كذلك إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل المفتي أو العالم عن مسألة محددة فأجاب فيها، فلا يعني ذلك أن حكم غير ما ينطبق عليه السؤال خارج عن ذلك الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغنم السائمة فقال في الغنم السائمة الزكاة، لأنه سئل عن الغنم السائمة، ما سئل عن الغنم المعلوفة. فلذلك قالوا لا، هنا المفهوم السائمة ليس له. ليش؟ لأنه إنما أراد مطابقة الجواب للسؤال. وسئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى. هل معنى ذلك أن صلاة النهار نافلة النهار لا تكون مثنى؟ غير مقصود. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى، يعني ثنتين. تمام. طيب هل معنى ذلك أن صلاة النهار
ليست كذلك تكون 3 مثلا أو 1 لا، لأنه إنما قال صلاة الليل لأنه سئل عنها. فهمت؟ فمفهوم المخالفة هنا معطل. ليش؟ لأنه إنما نص عليه لمطابقة الجواب للسؤال. وهنا أيضا يطل علينا أبو حنيفة ليقول السلام عليكم يا جمهور، هل مفهوم المخالفة مضطرد ولا لا؟ فهمت؟ نعم. ومثله الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلل، يعني هكذا. فإذا هناك شروط في اعتبار مفهوم المخالفة. الجمهور يقولون هذه شروط والاستثناءات قليلة جدا، والغالب في كلام الشارع هو اعتبار مفاهيم المخالفة. اعتبار مفاهيم المخالفة والغالب في كلام الشارع. أبو حنيفة يقول مفاهيم المخالفة معتبرة في كلام المخلوقين لكنها غير معتبرة في كلام الشارع. الآن لو أن واحد مثلا قال لزوجته مثلا أنت طالق إن لبست العباءة الحمراء، تمام، قامت لبست العباءة الزرقاء، لا تطلق، أليس كذلك؟ أبو حنيفة لا يخالف في ذلك، يقول هذا معتبر في كلام المخلوقين لكنه في كلام الشارع غير معتبر. نعم. لماذا؟ نعم. لماذا غير معتبر بكلام الشارع؟ لأن هذا من مقاصد المخلوقين عادة التعبير بمثل هذا. هو ليش نص المخلوق لا ينص على هذه العبارة إلا للدلالة على معنى. أما الشرع فيقول لك أنا استقرأت هذا فما وجدته منضبطا. حتى مفهوم العدد يقول أبو حنيفة اللي قلته مثلا، نحن عندنا مثلا الله جل جلاله قال إن تستغفر لهم 70 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علمت أني إذا زدت غفر لهم لزدت. إذن 70 هنا ليس لها مفهوم، أليس كذلك؟ فهمت؟ فأبو حنيفة يقول هذا غير مضطرد. أنا كيف أضع قاعدة لمسألة استقرأتها فوجدتها غير مضطردة؟ الجمهور يقولون لا، نحن نحكم بالغالب، الغالب اضطرادها، وهذه استثناءات. فهمت؟ وهذا شبيه بقواعد ايش؟ الكوفيين والبصريين. تذكر أن الكوفيين كل شيء سمع يصبح عندهم جائزا ومعتبر في القواعد، أما البصريين فيعتبرون الأغلب والبقية يعتبرونها استثناءات وخارجة عنه. ترى أبو حنيفة أصلا كوفي. فهمت؟ فلازم نفهم تفكير العقل الكوفي. إيه نعم. طيب إذن قال لك وإنما نطقا تفيد الحصر كالناظم كذلك أيضا من المفاهيم مفهوم الحصر. مفهوم الحصر سواء الحصر قد يكون بتعريف الجزئين مثل الناظم المري. الناظم المري هذا أسلوب من أساليب الحصر تعريفه بالجزئين. ومن أساليب الحصر إنما أنت منذر، إنما أنت نذير، تمام، إنما الأعمال بالنيات، فهذه من أدوات الحصر. من أدوات الحصر أيضا تعريف الجزئين. تعريف الجزئين بأل مثل الناظم المري يعني لم يشاركه أحد في النظم، تمام، أو المري. صديقي الفراء أيضا هذا هنا فيه تعريف الجزئين، لكن عرفنا الأول بالإضافة والثاني بأل، تمام. فإذا هذا هو هذا الباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أطلت عليكم، سنكمل إن شاء الله تعالى بعد دقائق.